قصة تسبيحة فاطمة الزهراء عليها السلام. كانت فاطمة الزهراء عليها السلام تعيش حياة بسيطة مع زوجها الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وكانت تقوم بأعمال البيت كلها بنفسها، تطحن بالرحى وتستقي الماء وتوقد النار حتى تعبت يداها وتأثر صدرها من كثرة العمل. فقال لها أمير المؤمنين عليه السلام: لو ذهبت إلى أبيك رسول الله صلى الله عليه وآله فسألته خادما يعينك، فذهبت إلى أبيها محمد صلى الله عليه وآله، ولكنها استحيت أن تطلب شيئا فرجعت، فجاء النبي صلى الله عليه وآله إلى بيتهما وسألهما عما يريدان، فقالت فاطمة عليها السلام: يا أبتاه، قد أثرت الرحى في يدي وتعبت من العمل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا أعلمكما ما هو خير لكما من خادم؟ قالا: بلى يا رسول الله. فقال: إذا أخذتما مضاجعكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34، فكان مجموعها 100 تسبيحة. ومنذ ذلك اليوم صار هذا الذكر يسمى تسبيحة فاطمة الزهراء عليها السلام، وصار من أفضل الأذكار بعد الصلاة وقبل النوم. نص التسبيحة بالترتيب: 1. الله أكبر 43 مرة. 2. الحمد لله 33 مرة. 3. سبحان الله 33 مرة. وقيل إنها أفضل من 1000 ركعة في كل يوم، لما فيها من ذكر الله وتعظيمه، فكانت فاطمة عليها السلام تحافظ عليها دائما وتعلمها لأولادها، حتى صارت سنة عظيمة في بيوت المؤمنين، فمن واظب عليها بنية خالصة نال البركة والسكينة والثواب العظيم. صلى الله عليك فاطمة، صلى الله عليك.